ازيكم النهاردة في فيديو جديد بنكمل فيه سلسلة النرجسيين. الناس دايما بتسألني بتقولي يا دكتور، اتعامل مع الشخص النرجسي ولا ابعد عنه؟ طيب لو الشخص ده جوزي او حد معايا في الشغل، اسيبه ازاي واتعامل معاه ازاي من غير ما اخسر نفسي؟ في الفيديو ده هقولك ازاي تتعامل مع الشخص النرجسي من غير ما تخسر نفسك. بص يا سيدي، النرجسي ده عامل زي النار، لو قربت منه هيحرقك، ولو بعدت عنه مش هيسيبك. يعني من الاخر كده النرجسي ده لو بعدت عنه مش هيسيبك، هيفضل يدور عليك عشان يفضل ماسك ومسيطر، يفضل هو الأهم، وإنك أنت دايما اللي بتدور عليه. طب لو قربت منه هيفضل وراك لغاية لما يخليك تموت نفسك من كتر ما هيفقدك ثقتك في نفسك، وهيحسسك إنك شخص ملوش لازمة في الحياة. جاتلي ست متجوزة من 7 سنين بتقولي إن كل مرة كانت بتحاول تشتكي للنرجسي أو تعاتبه يقلب الترابيزة ويحسسها إن هي اللي غلطانة وإن هي مجنونة وإن مفيش الكلام ده، وإيه بقى يا شيخة ما تخليكي واثقة في نفسك. النرجسي دايما بيقلب الحقيقة لغاية لما يفقدك الثقة في نفسك ويخليك تحس إنك أنت السبب في كل اللي بيحصل معاه. خدي بالك يا حبيبتي، خد بالك يا حبيبي، التعامل مع النرجسي مش معناه اني بقولك اسكت او امشي على قشر بيت. التعامل مع النرجسي معناه انك تبني حدود صح لنفسك، وده هقولهولك في 3 خطوات. اول خطوة، اوعى تبرر للنرجسي انت عملت كده ليه، علشان كل مرة هتبرر للنرجسي هيقلب عليك الترابيزة وهيطلع هو الضحية وانت الغلطان. يبقى احنا مع النرجسي ما بنبررش عشان هو عمره ما هيقتنع. تاني خطوة، اوعى تدخل في جدال طويل معاه، علشان النرجسي ما بيتكلمش عشان يسمع ويفهم، النرجسي بيتكلم عشان يرد ويكسب. تالت حاجة معايا، انك لازم تحمي طاقتك. ازاي؟ اعمل دايرة امان حواليا، نشاط بحبه، ناس بحبهم، صحاب جداد. المهم اني معيش دايما حياتي في دايرة عتاب وألم. طب يا دكتور انا عملت كل ده وبرضه بيأذيني نفسيا، مش عارف اتخلص منه. لو وصلت للمرحلة اللي النرجسي بيأذيك فيها نفسيا ووصلك لمرحلة من الاكتئاب، لازم تبعد فورا، لانك في الوقت ده انت بتختار بينه وبين نفسك. الخروج من شخصية نرجسية مش ضعف، ده وعي وإدراك. انت مش مسؤول انك تصلح النرجسي، انت مسؤول انك تحمي نفسك. على فكرة النرجسي هيفضل يدور على ضحية جديدة علشان يسيطر عليها، لكن الشخصية الواعية هي اللي بتقدر تكسر قيود النرجسي وتعيش حياة مليانة كرامة وسلام. لو الفيديو بتاعي ده لمسك شاركه مع كل حد محتاج يسمعه، واكتبولي في التعليقات عايزين تعملوا فيديوهات عن ايه، عن ازاي اتعافى من الشخص النرجسي ولا انواع النرجسيين. هستنى تعليقاتكم ولايك وشير للفيديو. سلام عليكم.